خوتي المغاربه، مرحبا بكم. فقيه عالم مغربي رئيس المجلس العلمي لخنيفره حكموا عليه بالحبس، 3 شهور ديال الحبس، 3 شهور ديال الحبس. وعندما ستعلمون خلفيات هذا الحكم ستقشعر أبدانكم أيها المغاربة. ما سنحكيه اليوم مخيف ومرعب، خاصة وأن الأمر يتعلق بحقل حساس هو الحقل الديني. هادشي والله تتشد شعرك، صافي غتشدوا شعركم وتبعوا معايا مزيان. قبل منها خلوني اولا نتوجه بالتهنئه لزميلنا توفيق بوعشرين لاستعادته القناه ديالو على موقع اليوتيوب. هنيئا لتوفيق ولانصار يعني هذه القناه ولمتبعات ومتابعي، وهنيئا لكل من ساهم في استعاده هذه القناه، وعلى راسهم تقني موقع بديل سي احمد بن الهنده، حياك الله، هو الذي ساهم بشكل رئيسي في استعادة هذه القناة. وحنا دائما لبعضياتنا، وهكذا يجب أن تكون العلاقة بين الزملاء وبين الصحفيين وبين الإخوة المشتغلين في الميدان. خوتي المغاربة، غتشدوا راسكم بخصوص ما غتسمعوا. كيف بدأت الحكاية؟ كان في قصباح، كتعرفوا كبير قشة هو واحد من الحقوقيين البارزين في خنيفرة، هذا قيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لقيته كاتب تدوينة تيقول الأذانات المحكمة، شي رئيس مجلس علمي 3 شهور كذا، تزوير ما تزوير. هزيت التليفون عيط له، قلت له كبير ما قصة هذه، شنو واقع؟ وما كنت أعلم شنو غنسمع. بقى كيعاود لي شي حوايج ويلي بيلي ما يمكنش هادشي في المغرب، الدين، العلماء ديال الدين، تزوير داكشي مخيف. بعد نقرأ لكم الحكم. حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدفوع الشكلية برضها في الموضوع بمؤاخذة المشتكى به من أجل، شكون المشتكى به؟ هو رئيس المجلس العلمي ديال خنيفرة، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه ب3 شهور حبسا موقوف التنفيذ، أنا جاي له، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبول المطالب المدنية في الموضوع بأداء المشتكى به اللي هو رئيس المجلس العلمي لفائده المطالب الحق المدني اللي هو واحد الفقيه سميتو ادريس الادريسي، هذا عالم كذلك. عوضوا ب5000 درهم. مزيان. قلت للاستاذ كشا الله يذكره بخير، واش عندك التليفون ديال هذا الفقيه هذا العالم هذا اللي مول هذه الدعوه، عطيني نسمع منه، بغيت نسمع منه. قال لي رجل فاضل ما كاين باس. عيطت للفقيه، ويا ليتني بعد مره كنبقى نقول ما نعيطلوش ما نسمعش داكشي حيت غتجيكم الخلعه. قلت له السيد الفقيه شنو واقع؟ قال لي داير واحد القضيه تفجرت في 2024 ملي كان عندك الدعوه مع الوزير وانت كنتي مرون. قال لي واسمع مني. قلت له عاود لي، تسمع المغرب باش غنسمع. قال لي هذا واحد السيد، هذا واحد الدكتور خطيب عنده واحد المسجد، داك المسجد راب ولا شنو وقع. قال لي المجلس العلمي ديالنا فتح واحد الامتحان خاصك دوز اختبار باش تولي فقيه، باش تولي في داك الخطيب في داك الجمعه. قال لي فتقدم 3 أشخاص، قال لي والاول هو اللي كينجح. قال لي شي هذا الفقيه هذا السيد هذا الدكتور اللي غيزوروا عليه، قال لي فين دوز 2 المرات، قال لي ديما كينجح، نجح الاولى. قلت له مالو؟ قال لي انا جايك. قال لي نجح الثانيه، قال لي الثالثه. قلت له الاولى اش وقع فيها؟ قال لي ملي كينجح قال لي كدير شي ملاحظه ما كنعرفوهاش منين. قال لي من بعد بحثوا ما يروج ان هذا السيد عنده شي مشاكل وشي مشاكل، يعني مواقفه ما واضحاش تجاه توابيت المملكه، كيدير عليه شي تقرير يعني مغرض وظلما. شنو كيديروا عليه؟ قال لك غير واحد الشخص عنده معاه حساب. شنو هذا الحساب؟ قال لك داكشي نفسي بحال اللي كيظلموا، هذا الشخص نافذ، تقرير كيطلع مغلوط، السيد كيجي ساقط. قال لك تنجح عندنا، ولكن الملاحظه اللي كتمشي للرباط المجلس العلمي باش قال لك هو داك السيد شي مره مشى كيبحث كيقول لهم انا كنجح وكيسقطوا لي، مسكين راجل من الخير خلق الله. كيعاود هذا الفقيه قال لي هو ملكي، قال لي خفت نقول لك اكثر من المالي، قال لي مخزني اكثر من المخازنيه، ماشي بفهوم القدحي، قال لي زعما رجل، قال لي قال لي غير هو كيكذبوا عليه في التقارير. وسمعوها المغاربه. قال لك شي مرات لقى شي واحد كيعرفو قال له عافاك مالي علاش انا كنجح وكيسق. ملي قلب لقاو عنده هذا، وداك الراجل ملي قال له اش غدير؟ قال له خصك دير واحد الالتزام، موقفك من المؤسسات التوابيت الامور طاف. ملي جا هذا الكونكور ديال 3 دوزو، هو مولف كيدوز عا بوحدو كينجح وكيسقطوا. دابا معاه 3، دابا هما خصهم يسقطوه تما. هاد اللي باغي فيه الخدمه النافذ عنده. السيد نجح، جا هو الاول، دوزت له واحد اللجنه علميه فيها 3 الاشخاص،
فيها 3 ديال الاشخاص. انجح السيد ناجح هو الاول، وكاين الثاني وكاين الثالث. صافي نجح ما كاين باس. واحد اللحظه تصدموا، لقاو السيد نجح لانه صيفطوا معاه التقرير ديال داك الالتزام ديالو، ما بقى عندك ما تلعب معاه في شي ملاحظه بلا طرق. ولكن قال لك في بني ملير في خليفه كانوا مجبرين يسقطوه لان عندهم شي مطرقه فوقهم من هنا الله اعلم شي مطرقه. خاص هاد السيد يسقط، كي غنديروا له؟ خصو هو يرجعوا هو الثالث. كي داروا لا هذيك اللجنه اللي نجحاتو فيها واحد قابل داكشي، كاينه جوج ما قبلوش، قالوا لا ما نقدروش نشاركوا بهادشي، مشات بحالها اللجنه. دونك كاينه محضر دارتو ديك اللجنه اللي نجحات وكتقول فلان هو الاول، هذا المحضر كاين، ولكن هذا المحضر تيوك اختفى. غيظهر محضر اخر وغيظهروا فيه اشخاص جداد في اللجنه ما دوزوا له ما شافوه ما عندهم حتى شي علاقه. ولكن في هذا المحضر اش فيه؟ هذاك الاول هذا السيد اللي رجعوه هو الثالث. واحد اللحظه هذا الادريسي كيسيق الخبر جا ما عرفتش كيفاش، قالوا الحمد لله نجحوه كذا، قالوا لا راه ما نجحوش. بدا كيقلب لقى السيد ساقط، بدا كيتواصل معاهم. الله يهديكم هاد الناس، هادشي راه خطير وهادشي واه بغى يقدم استقالته. يعني بغى يحل المشكل. هاد الادريسي الفقيه هذا بغى يحل المشكل بشكل ودي. الله يهديكم هادشي ما بغاوش يسمعوا له، رانا ما بغاوش يحلوا واصروا عليه ينجحوا يزوروا المحضر. هو يكتب واحد التدوينه لا عقلتوا عليه فوق، كتبها نهار 12 نوفمبر 2024. نفس اليوم اللي تحكمت فيه، نفس اليوم 12 نوفمبر اللي اذنت فيه. بين لي هادشي علاش انا ما شفتهاش. قال تعالى بين الراي العام، شو واش كتب في صفحته؟ قال تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه تبرئه للذمه ووفاء بامانه العلماء التي عهد الينا امير المؤمنين حفظه واوكلها الينا حمايتها. اعلن للراي العام المحلي والوطني ان الاختبارات التاهيل الخاصه بالخطابه والامامه والاذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفره والدوره الاخيره قد شابتها خروقات كبيره انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من الرئيس وبعض الاعضاء بعد ضغوطات كبيره وهائله من جهات نافذه داخل المؤسسه العلميه. واذ نطالب الوزاره الوصيه والجهات المعنيه باحداث لجنه علميه نزيهه ومستقله لتقصي الحقيقه، فاني اؤكد للجميع اني امتلك الادله القطعيه والحجه اليقينيه التي تثبت صحه التهمه وتقطع الطريفه امام محاوله انكارها. كما اؤكد للجميع على اني بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لاجبار المتهمين على التراجع على هذه الخيانه الكبيره في سريه تامه حفاظا على سمعه المؤسسه وما كان في قلوب الناس. مغاربه سمعوا شنو غتسمعوا؟ نهضه القيام النيابه العامه فتحت واحد التدوينه خطيره. الرباط المجلس العلمي ديال الرباط الفوق صيفطوا لجنه. شو باش تعرفوا المغرب، ما نقولش المغرب لانه بزاف، يعني الفساد في المغرب صعيب بزاف، فساد خطير. شنو هذيك اللجنه العلميه جات لجنه الرباط، ولكن شنو النتائج شنو قالت؟ هذا المجلس العلمي نشر هذا الشيء، قال لك المجلس العلمي اللي جا زعما داروا 2 بوان: اختبار تاهيل الائمه على مستوى المجلس العلمي المحلي باقليم خنيفره اجري وفق المساطر المنظمه له. هذا التحقيق الاداري. المجلس العلمي قال لنا شي هذاك الاختبار زوين غزال، اذا هذا السيد كذاب، امور زوينه غزاله. شوف وشنو كيقول المجلس العلمي؟ سمعوا في اباني. شوف واوضح بلاغ ديال المجلس العلمي الاعلى بخصوص ما نشر عن المجلس العلمي المحلي باقليم خنيفره في شان اختبار التاهيل انه بعد نظر اللجنه في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع الى الاطراف المعنيه تبين لنا ان التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند الى وثائق او ادله، وان اختبار التاهيل اجري وفق المسطره المنظمه له من الامانه العامه، وان عمل واداء الشهاد الواقعه. اقسم لكم بالله اللي كتفرجوا في قناه موقع بديل فيه هذه ولكن خاصكم تفلسفوا معايا باش تفهموا شنو باغي نقول. شو والله تتحط ما نقولش الدوله ولكن المؤسسات البلاد حتى هادشي مرعب. حنا ماشي امام السلوك عالم 2 3 لا انت دخلتيني المجلس الرباط وجاو قلبوا ما لقى والو، ما كاين والو. عرفتي شحال عرفتينا شنو عطيتي انطباع هادو العلماء، يا هادو علماء الامه، هادو حمله كتاب الله، هادو المنورين، هادو المفروض فيهم يخلقونا ويأطرونا. وقال لك جات لجنه من الرباط وما كاين والو، الدنيا امور غزاله. دابا السؤال واش جات شي لجنه من الرباط بصح؟ السؤال الثاني واش هاد البلاغ شكون نشرو بعدا؟ ها انتم المغاربه دخلوا الصفحه
كنشر لك ها انتم الصفحه المجلس العلمي الجويجات بن ملال، وداير مقطع وفين هو هذا البلاغ ديال هذه اللجنه ديال الرباط. وتصور كانوا غازوروا على الرباط، على يستفوا هاد العلماء في الرباط. واش هاد الشيء شحال صعيب؟ قال لك ما كاين والو، الدنيا هانيه. شنو وقع من بعد؟ مشات الحفظ. هذاك مسكين داك ادريسي اللي حيت هو واحد هو هاد شنو هو عضو في المجلس العلمي، كان معاهم في المجلس العلمي دخلوا نفرا، شاف هادشي قالوا ماشي معقول، ملي بغا قدم استقالته وما بغاوش تلاقاوه، باللي لقاو عاورطوا به استلم والو اصر ما كيهامش، بغا يدير شكايه كيقولوا له لا دير جنايات سير بني ملال، كيمشي لجنايه بني ملال كيقولوا له بني ملال لا لا دي غير جنحه رجع خنيفره سير واجه سير واجه. في الاخر تلاقاه شي محامي داز ليه قال له شوف، قال له سير لواحد المكتب الشكايات بني ملال وحطها. ملي حطها حلوه على خنيفره ما عرفت كيفاش بقات شي مره مشى كيبحث وكيسول لك لقاو داير الحفظ. علاش؟ قال لك ما عرفناش علاش داير الحفظ. غيتلاقى شي ناس غير نصحوه يقول له اش دير. من بعد قالوا سير دير شكايه مباشره، ما كاين لا نيه، ما تدوش عن طريق النيابه العامه. هو حقا الشيء اللي خصو يبقى يدار في المغرب من دابا الله، بحال دابا حنا كنديروا شكايات النيابه العامه ما كتحركاش، سير ديريكت. هذا هو النصيحه من دابا الله. مشى دار شكايه مباشره، اذا ملزمين يفتحوا الملف مزيان. مشى كبير كشا والحقوقيين اعتصموا قدام النيابه العامه واحد اللحظه. فين هي الشيء علاش الحفظ؟ حيت كاين تزوير ثابت والنيابه العامه ما والعداوه. دابا عندنا جوج مؤسسات اللي ممكن نناقشوا مع هذا، النيابه العامه علاش غنمشيو شكاو الزوير، وهو اليوم الحكم هو تبتنا وجود الزوير كاين الخوا. اذا هنا النيابه العامه تحت المجهر، والمجلس العلمي اللي قال صيفط لجنه اداريه وياك ما كاين والو، تحت جوج مؤسسات تحت المجهر. ملي دارت الشكايه يا بدات فصول المحاكمه شي عام. شنو وقع في المحكمه؟ نخليكم تسمعوا من عند صاحب الشكايه. جاو جوج، هذاك السيد اللساني اللي نجحوا قالوا دوزتي لهذا السيد، قالوا دوزت له، قالوا ناجح، قالوا ناجح، قالوا انا دوزت له هو الاول، قال له ولكن المحضر اللي عندي هنا ما كاينه سميتك، حيت علاش؟ كاين غير المحضر المزور اللي ما بقاوش فيه السميات اللي نجحوا. اش قالوا الفقيه؟ اش قال القاضي؟ قالوا السيد القاضي، قالوا سولهم هما انا دوزت له ونجحته ودرته هو الاول، هذاك المحضر انا ها هما سولهم. جا الثاني اللي تا هو كان في المحضر قال له دوزتي لهذاك السيد، قال له هو الاول، قال له هو الاول ولكن سميتك ما كاينش هنا. شكون اش قال له هذا؟ قال له حنا عندنا اللي جا كيسني. سمعوا يا المغاربه، قال له علي جا كيسني عسني. وسمعوا الشهاده من عبد الفقيه قالها في هذه شيء. سمعوا هذا على الشهود، ثم الشهود منهم المتهم، يعني شهود ومتهمون في نفس الوقت. واحد وهو من اللجنه العلميه اللي دوزات المرشح سولوا القاضي قال له واش انت دوزتي لهذا المرشح اللي دار حوله الجدل تم ترسيبه؟ قال له نعم سعادة القاضي. قال له واش نجح؟ قال له نعم. واش هو صاحب المرتبة الأولى؟ نعم. قال له درتي محضر؟ قال له نعم. وقعته؟ نعم. قال له فين هو المحضر؟ وهذا المحضر ما فيهش سميتك. قال له سولهم هما، أنا بالنسبة لي المحضر درته ووقعته ودرت فيه النتيجة وهو صاحب المرتبة الأولى، ها هما اللي يتحملوا المسؤوليه، ها هو الرئيس هما اللي يتحملوا المسؤوليه. انا بالنسبه لي ما عارفش، وفعلا كلامه صحيح، هذا هو اللي ثبت على الشهاده ديالو في حدها الادنى بطبيعه الحال، ونحسبه من اهل الصدق. قال له هذا المحضر هذا اللي هو مزور، هذا هو اللي بيدي انا وسلمته للقضاء هذا. فقال له انا انفي اي صله، هذا المحضر لا اعرف عنه شيئا، لا علم لي به. هذا المحضر مزور لأن فيه المرسب، المرشح المرسب الذي تم ترسيبه في المرتبة الثالثة. غريب، يعني هذه الشهادة وحدها كافية. أنا دوزت لواحد المرشح ووقعت عطت النقطة وهو في المرتبة الأولى، وتنتفاجئ بأن محضر آخر ورجع فيه هو الثالث وما كاينش سميتي، هذا كافي، وهذا اعتراف صريح قطعي. هنا تنتهي الجلسة أصلا. اسمع المزيد. ثم نادى على المرشح الشاهد الآخر وهو عضو أيضا في اللجنة العلمية اللي دوزت للمرشح. قال له دوزتي له؟ قال له نعم. قال له نجح هو صاحب المرتبة الأولى؟ قال له هو صاحب المرتبة الأولى. قال له سميتك ما كايناش هنايا في هذا هو في المرتبة الثالثة وسميتك ما كايناش. قال له
هنا ما قدرش قال لي راه اللي جا تيوقع. كيفاش اللي تيوقع وحنا بالسعود كنا في المداوله كما قلتم انتم، وانت وقعت عليه يوم المداوله بانه ناجح. ولاش التوقيعات اصلا والمحاضر باش يحميو الحق ديالك والنتائج ديالك، هذاك راه حق وتتحمل المسؤوليه فيه. الا خطا الا تزوج تتحمل مسؤوليتك. انت دابا دوزتي المرشح ما كايناش سميتك وانت دايرو في المرتبه الاولى وبقيتي في المرتبه الثالثه وساكت، راه هذه جريمه اصلا. هذه وحدها انت تعترف امام القاضي بانك تدوزتي له وحطيتيه في المرتبه الاولى، وها المحضر الاصلي ما كاينش، وها هو المحضر المزور ما فيه سميتك والمرشح اللي دوزتي له في المرتبه الثالثه. خطير هذا الشيء، حتى لا يقبله العقل ويعترف امام القاضي وامام استغراب الجميع. واش يعقل هذا عالم بين قوسين يقول الكلام ويجي عادي تيقول لي راه اللي جا تيوقع عادي، والقاضي يقول ما تشعلك راه ماشي هو هذاك، راه متعارض هذا لا عليه. ثم نادى على اللجنه التي زورت وسألهم نفس الاسئله. قال لهم قال واحد واش انت اللي دوزتي لهذا؟ قال لي لا. قال لي المرتبه ديالو شحال جا؟ قال لي جا الاول، لان في المداولات راه عارفين جا الاول. قال له سميتك انا وانت ما دوزتيلاش؟ قال لي لا سعاده القاضي راه حنا عندنا كاع اللي جا تيوقع، واللجنه حداك واللي دوز لي حداك علاش ما يوقع هو؟ وحنا ما تنتكلموش على التوقيع ولكن غيرتوا المحضر وغيرتوا النتائج. ما قيمه هذا الحبات؟ هذا راه خطير جدا. وتسول الرئيس تيقول له اش عندكم راه متضارب وهذا الشيء راه ماشي. تيقول له الرئيس حنا عندنا نقترح، لا راه في جميع القطاعات اللجنه اللي تدوز الامتحانات وتقترح، ولكن ذاك القرار النهائي ديال المؤسسات الفوق التي لها الكلمه الفاصل راه تبني على الاقتراح. وحتى الا كان شي واحد بغى يدير عليه علامه راه ماشي انت، راه تنقترحوا وترفعوا على الجهات العليا. ولكن نفس المحضر الاول وتنقترحوا الاول والثاني، القول الاول عليه شي علامه استفهام تيحيدوه وتيختاروا الثاني، حتى القول الثاني ماشي هو هذاك تيحيدوه وتيخليوه شاغر، تجيبوا مره اخرى. وهذا توقع شحال من مره وما عليناش. طيب تقترحوا هذا الاول اسيدي بدو تحيدوه، عندكم معاه اشكال وزورتوا، علاش ما اقترحتوش الثاني؟ وسولكم القضيه هذا السؤال وما قدرتوش تجاوبوا. هي تنقترحوا تيسولكم هي تنقترحوا، لا خصك الا حتى لو بتحيد الاول دير الثاني وما عندوش مشكل، هو اصلا عنده المسجل ديالو خدام فيه سنوات. علاش درتي الثالث؟ انا نجاوبك على درتي الثالث لان المعلومه عندي ايضا قطعيه، لان الثالث توسط له رئيس مجلس علمي اخر في مدينه اخرى، فلما سقطت هذا رسبت هذا درت هذا. ماشي هذا هو الدافع ديال التزوير وديال كذا التفاصيل. حنا قلنا راه في اول تعليق، راه سبقا سجلنا حلقه كامله، وانما بعد ما قررتوا ترسبوا هذا استجبتم لي. يعني هنا عندنا خيانتين في محضر واحد، هذا غير محضر واحد اللي عندنا له دليل قطعي، فكيف بخيانات وبنتائج عندنا عليها أدلة قطعية؟ هي ما عندهاش أدلة مادية، هي أدلة بأن أصحابها تضيع حقوقهم من الجهات النافذة. وللأسف باش نختم هذا الشيء مختصر، هاد الإخوان هادو فريق عمل يشتغل ليل نهار، والرئيس تيضبط العمل الإداري. يعني راه ملي تسلل بشكل راه غير نعس لما تينعشي في المجلس، يعني راه يعني متفرغ. راه العيب الوحيد وهاد الناس ماشي تيخدموا، راه يشتغلون ليل نهار وفي العطل وفي أي وقت، وناس راه لا أتهم لا بالشوا ولا أي شيء، راه مصيبتهم الوحيدة هي فاستخف قومه فأطاعوه. الاستماع للجهات النافذة اللي عندها ماشي راه مرض، هذا راه ماشي تزوير، فهادشي الأمور ماشي عادية، راه يعني هذا راه فحش في التزوير وفحش في الكذب وغباء. ولما خرجت باش نختصر، راه الناس اللي كانوا حاضرين منهم محامون وكذا قال لك هذه راه غابه عندكم نتوما، هذا شهرة واحد،
هذه ماشي مؤسسه، هذه غابه. والاخر قال هذو راه واش هاد الاغبياء راه ادانوا انفسهم بقضايا اخرى، راه ورطوا نفوسهم في شيء، في متاهات، ودخلوا نفوسهم في متاهات خطيره. كيفاش اللي جا توقع؟ وانا نتمنى الكلام اللي وصلوا هذا المقطع يتفاعل معه، ونتمنى هذا الكلام يكون حجه الاخوان ديال الامانه العامه. وصلكم هذا المقطع، اللجنه الاولى راه ضللها الاخوان. ها انتم الان بنوا على هذا الكلام، ولا ثبت انني كذبت في شيء لكم ان تحكموا علي بما شئتم. المغاربه اللي مهم في هادشي شنو هو؟ الفساد فين وصل في المغرب، هذا هو المهم. صور هادو رجال الدين، الفقيه اللي كنتسناو بركته، كتعرفوا ديك المثل الفقيه اللي كنتسناو بركته، شدوا وماشي واحد، تصور جوج وجماعه والرئيس زوروا، غيروا من حقيقه واقع معين، وعندهم كتاب الله في قلبهم، حافظين 60 حزب، وعارف الله يقول، وكيعرفوا العقوبه ديال التزوير عند الله في السماء، وعارفين عقوبتها في الارض. السؤال علاش عارفين عقوبه الله وعقوبه القاضي في الارض وزعموا؟ هذه اللي خصكم تاملوا فيها. شكون اللي خلانا نوصلوا لهذا النيفو؟ تصور وصلنا في المملكه المغربيه غيولي واحد الوقت شكون هو المجرم؟ هو المصلح، والفاسد هو الوطني. تصور بحال دابا واحد فيديو قال لك واحد تيقول لهم في شي دوره مستشار وقسموا معايا الفلوس على حساب ما كيروا، سمع وقسموا معايا، قال لهم انا يهودي خصي حقي. مصوتين على سلام وقسموا الفلوس بيناتهم، وانا باقي يهودي. قال قسموا الفلوس على بيناتهم، ومالو هو يهودي تو خصو حقه. اخطر ما كنا كنتخوفوا منه هو المغرب يوصل لواحد المستوى بكثره يطبع مع الفساد. هو دار خط تكيولي فاسد عندك عادي، قسم معايا عادي، قسم معايا عادي. تصور في معالم علماء زوروا وجلسوا. يعني اولا لماذا امنوا العقاب؟ هذا هو السؤال الخطير. لماذا امنوا؟ كنتفكر الاستاذ محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب بالمجلس السلطه القضائيه مؤخرا دار واحد التصريح. دابا جوج نقاط قالهم عبد النبوي في هذه الواقعه خلاوني نرجع. واحد، عبد النبوي قال خص العقوبات تكون صارمه تجاه الفساد. دابا 3 شهور موقوفه التنفيذ. دابا تصور عاوتاني غنجبد راسي، دابا تصور صحافي كتجي كتقول لواحد الوزير واش خلصتي الرسوم القضائيه، واش تخلص هاد الوثائق، هاد الادله عام 150 مليون. واحد الناس تجمعوا وزوروا واحد الواقعه، ضلوا الاداره العامه، ضلوا يوسف، ضلوا المجلس العلمي، ضلوا النيابه العامه، ضللوا القضاء، داو حق لواحد السيد، عطاو حق لواحد ما يستاهلوش. عرفتي اش داروا؟ هذه هي الجريمه. هذا غدو 3 شهور موقوف التنفيذ. باش تعرفوا كم يعادون حريه التعبير وحريه الصحافه. تفكرت قبيله لقيت واحد المحاسب صدفه، قال لي الله يرحم باك البهداوي، قال لي شفت واحد الحوار درتيه مع داك هشام في اشكاين، قال لي وسمعتك قلتي واحد الكلام، قال لي قول لي الحقيقه. قلت له شنو؟ قال لي واش بصح؟ قال لي شفت انا الستاتيو ديالك، قال لي واش بصح القضاء كتب لك هكا بانك انت ما كدير الصحافه الشركه؟ قلت له والله الا كتبوها. قال لي وسميتها هي؟ قال لي قولي سميت. وقسم لكم بالله المغاربه. قلت له قال لي شو سميتها؟ قال لي بديل كمل. قال لي بديل قال هو بطريقته، قال لي بديل اش كيتسمى داك اللي قال لي بديل تريتور. قلت له لا. قال لي بديل اكسبور. قال لي بديل ميديا. قال لي عام سميتها القاضي خصو يحبس. قال لي عام ميديا، بديل ميديا. قال لي والنشاط الرئيسي الصحافه. قال لي واش هاد القوه؟ قال لي مال هاد القضاة معاك هكا بقيت. ملي كتوصل البلاد لهذا المستوى، دابا خلي اللجنه قاضي تيقول لك باسم جلاله محمد السادس الملك، وتقدر تكتب بحال هكا وتولي القاضي مشرع وتزيد نصوص، وانت القاضي ما عندكش معاه حساب انت كصاحب. اذا ما القاضي العباء، ما القاضي دار معك هكا، وتخرج هذه الاحكام وتجيب الشرعي والمواقع المحكمات وكذا، واحد النوع زعما التكامل. وهذه دوله من العلويين السعديين، حنا المارينيين، وكنبنيو حتى يجي 2051 يبقى تخرج هذا النوع من الاحكام قدام المغاربه. عاد يشدني لك كونطابل ويبقى يقول لي بصح واش هو، كيقول لي ديك شركه تجاريه ربحيه، تيقول لي شركه تجاريه. قال لي كاع يكون عندها شي نشاط تبيع الكاميرا. قال لي داك بوحدو اش علاقته؟ قال لي ديك الشركه كدير انشطه. قال لي واش هاد القضاة ما فاهمينش هاد الفكره؟ قلت له وهكا المغاربه في راسهم، في راس النقابه وفي راس الصحافه وفي راس البرلمان. هذه بوحدها خاص تخلق لقاء. كيفاش وصلنا حنا للمستوى نوليو نديروا التزوير؟ شو كنزوروا؟ تجي لجنه مؤقته فيها قاضي جالس عضو مجلس وطني، وتجي واحد يقول، وتجي انت قاضي جابر في الدار البيضاء وعضو المجلس الوطني السي عبد الغني، وتجي وتقبلوا وانتم عندكم قسم جلاله الملك، وتجي تكتب هنايا عبد الغني بردي
رئيس لجنه التكوين وما كاينش اللجنه لا توجد. وصلنا لهذا المستوى، هكا هذا المستوى. انت شكون اللي خلى الناس يديروا هكا؟ كيفاش ان المحكمه تولي تجتهد؟ كيفاش هادي ولاو يزوروا بالعلم ويتفقوا؟ وجا السيد الفقيه نبههم عباد الله اتقوا الله قال الله ونبههم قال راه خرج الراي العام وخرجت الراي العام وجات النيابه العامه وفتحت بحث. ما هو حصيله النيابه العامه؟ علاش غنمشيو للشكايه مباشره؟ جهاز النيابه العامه اللي كيحمي المجتمع من الجريمه. ولا سمعت السيبلاوي مؤخرا هضر على كذا وحنا وهانت السيبلاوي نموذج. النيابه العامه كان خصها ابحاثها ما كاين باس. ها نقطه اخرى خطيره، ياك النيابه العامه كاينه في الشكايه حاضرت في الجلسه، سمعت الشهادات، ياك سمعت السيد تيقول له انا اعطي انايا دوزت له وما كاينش سميتي، ولا خوش كيقولوا عا كنجيو كنوقعوا. هذا كافي النيابه العامه دير بحث تمهيدي من الزيرو. اجي نتوما دوزوك كيفاش كان يجي يوقع؟ وفين هو التوقيع الاخر؟ وفين هذا راه خطر، ترى يمس سكينه المغاربه دوله، ترى خطر. هادشي راه صعيب لواحد الدرجه لا تتصور. هادو علماء، هادو الفقهاء اللي كنتسناو بركتهم. هذا الفقيه اللي غير تقي يامر الناس وكيحدثوا الناس ووظيفتهم يهذبوا الناس. فمحمد عبد النبوي المحترم فكرتوا بجوج كاع العقوبات قاسيه. واش 3 شهور موقوفه التنفيذ؟ عرفتي تزوروا وداو حق الواحد، هذا مول الحق مشى له حقه، واعطوا حق الواحد ما كيستاهلش حقه، وضللوا المجلس العلمي ضربها، وضللوا النيابه العامه، ضللوا القضاء. عرفتي هذا الفعل هذا اللي عطيتيه 3 شهور موقوف التنفيذ. واحد مسكين اللي قال تدوين رايه في التطبيع عامين الحبس. راه هذاك في طنجه راي تيقول راي في مسؤولين. واحد الوزير كتقول له خاصك تخلص هاد، بغيت نفهم هاد من تحتها بحث عاموس 150 مليون. تصور من موقعك الصحفي وكتسال وغيره وعندك الصيفه وكدير خدمتك عاموس، وواحد زور ودا حق الواحد وعطى حق الواحد ما يستاهلوش وضلل. وعرفتي الاخوات كي داير. هو دابا بحكم عندنا وهالشهود شهدوا. اش غنديروا دابا؟ الشهود شهدوا. ونقطه اخرى قالها السي محمد عبد النبوي تفكر شنو قال؟ قال الفساد ما يمكنش تحاربوا، خصنا تضافر المجتمع. فين هو باش ها الفقهاء شوف واش فيهم، ها العلماء فيهم، كي غدير تحارب هذا الفساد في البلاد؟ كي غدير؟ ها النيابه العامه دارت الحفظ كون ما كانش دابا الشكايه المباشره كنا نعرفوا هذا الفعل وعولنا على النيابه العامه يلاه كندير له. ها العلماء شوف كيزوروا دابا قال خص محاربه كندير. ولا بالك كاع شي عالم زوين بحال دابا مسكين هذا داروا به شكايه. ولا ها هو واحد الصباح كنقرا على واحد الفقيه، مال هذا الفقيه في هويه بريس قررت وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه انهاء التكليف بمهمه الخطابه ديال خطيب المسجد الحاج الريفي بحي النهضه جبل الرباط خالد تواج. وقال الخطيب السابق خالد تواج في توضيح توصلت به هويه بريس انه تسلم في يوم 20 اكتوبر 2025 قرار انهاء التكليف بالخطابه. واكد المصدر ذاته، هذا الخبر على اليوم، واكد المصدر ذاته انه اخبر من طرف مسؤولين بالوزاره ان السيد وزير الاوقاف اتخذ القرار بعد تلقي شكايه من شخص صلى معي جمعه، مع شكون هذا الشخص اللي صلى وراه؟ صلى معي جمعة 10 أكتوبر ومضمونها تناولي في الخطبة الموحدة اليوم 10 أكتوبر حول التحذير من الإسراف والتبذير، صورا من تبذير المال العام ومنه ما يتعلق بعض المسؤولين على الشأن العام مثل المنتخبين ومسؤولي بعض الجماعات المحلية وأيضا بعض الوزراء السابقين الذين تناقلت وسائل الإعلام أخبارهم مع حرصي على عدم ذكر اسم أي فرد من هؤلاء إعمال دليل الإمام والخطيب وتفعيل التوجيه النبوي الذي ورد فيه سنن أبي داود. عائشة رضي الله عنها قالت ما كاملش هنا النص دابا بلاتي بالله عليكم الفقيه الإمام إلا ما هضرناش إلا ما عطاش رأيه من تبذير المال العام من طرف المسؤولين، وشنو هو إمام؟ كيفاش إمام؟ ما فهمتش أنا. واش هذا الدين مفصول على الدولة ولا؟ وياك دين ودنيا، حنا ما عندناش العلمانيه. ايوا هذا الفقيه راه معني بشؤون المسلمين. وعلاش كيهضر لنا في الحولي وفوائد الصيام وفوائد رمضان ورحله الاسراء والمعراج؟ شنو هذه ايه؟ ومن يبدا يقول لنا المسؤولين داو بالعكس. علاش حنا ما ساهمناش فيه؟ لان الدين ما كيلعبش هذه الوظيفه في الشان في الامور ديال. بالعكس يجي شي فقيه يهضر شي موعظه شي مسؤول يقدر يتعظ، هذاك اللي كيصليو قدامه غدا غيوليو مسؤولين. مزيان يخوفهم من دابا ويذكرهم بالعذاب الله واش كيقول الله على المسؤوليه. علاش نخاف من الفقيه يهضر لي على تبديل المال العام مسؤولين؟ لا زعما كيدير السياسه. وعلاه الفقيه الا جاو الدوار واحد الدوار شنو نعطي شي مثال؟ واحد الدوار مثلا
ما عندوش البير ولا ديز عليه الدكاكه. وهذاك الدوار خصو مدرسه ما فيهش مدرسه، هذاك الدوار خصو مستوصف ما فيهش مستوصف، هذاك الدوار خصو تربط الطرقات ربط الشبكات ما كاين مثلا. حرام اي حرام. ولكن واحد الفقيه الا جا نهار الجمعه في الدوار وقال لهم ان فوائد الصوم وخلاه ما هضرش على المستوصف وما هضرش على المدرسه، ايوا هذا راه الفقيه كيدير السياسه. لان الهدف هذا الفقيه شنو هو يعيشهم الفوق وينسيهم الدنيا. يتهدر داخل هذه اخطر سياسه. السياسه راه كديرها شي ملي ما كتهضرش على واقع الناس كتمارس السياسه. بالعكس الفقيه يجي يهضر على الحي، يشارك مع الدوله. ملي كيقول السي عبد النبوي خاص كلشي الفساد مش دابا السي عبد النبوي واش قال ان الفساد ما كاينش تحاربوا جهه واحده. ايوا ها الفقيه ها هو هضر على الفساد، ها هو مشى بحالاته، ها الفقيه هي حبسوا التوفيق. دابا هذا هضر على الفساد حيدوا التوفيق. عبد النبوي قال لنا الفساد خصنا الناس يعاونون عليه، ها الفقيه عاون مشى بحالاته. هذوك الفقهاء هذوك العلماء زوروا في حدود دابا الحكم مؤقت. شحال عنده؟ شحال بقى الملف؟ وعلى غير الرئيس. وفين هما ديك اللجنه الاخرى اللي مشاركه في التزوير والمساهمين في التزوير في هذه الجريمه؟ راه كاين تما الفاعل والمشارك والمساهم. علاش الفساد وصل لهاد البلاد؟ نهار البارح استقبلت هذاك اللاعب ديال الكره السعدي. واش المغاربه تفرجتوا في الحلقه ديال الحوار السبت؟ ارجوكم اللي كيتفرج في الحلقه يرجع لهاد الحلقه ارجوكم. شوف ارض فلاحيه. الا بغيتي تبني واحد الارض في الفلاحه خاص يكون عندك هكتار. هذا قانون التعمير هكتار. تصور عنده 5000 متر بنى فيها بومبا، وممنوع البومبا تعطيك الرخصه والله. بنى بها قاعه الافراح، نادي، الصيدليه كامله. يلا سمعوا هذه سمعوا. هذا 5000 متر اللي عنده وترخص في ستاسيون نصف قطار. 5000 متر نص قطار وشي 8 متر. شحال بنا في نص قطار في ارض فلاحيه؟ المباني كل شيء. شنو وضعيته هذا السياسي؟ شنو هذا كان نائب رئيس في كريمين استغل نفوذه وشيد قاعات الافراح وبنى ستاسيون. هذه 5000 متر اللي هذه الا مشينا غنلقاو بانيه كامله. والمشكله ارض فلاحيه. سمعتوا واش قال؟ ارض فلاحيه بنا بها. فين كاينه؟ قال لك الجمعيات ماشي هي اللي تبلغ، الداخليه هي اللي تتبع وزير العدمي غتتبع. دابا هذه الارض شكون اللي غيتبعها؟ فين كندير لها؟ فين هي الدوله؟ فين السلطات؟ هذا اللي بنى هذا الشيء كامل تبعوا بعد مره ناشط ولا صحفي على ياجور على. شوف دابا هذا بنى في اين الدوله؟ اين اعين الدوله؟ اين؟ شوف 2 المليار كيداروا لها 2 المليار المغاربه. الجماعه كتسالها النظافه 160 مليون، حولوها ل 2 المليار. السيبه شو واحد 2 المليار. شوف 2 المليار. شكون اللي حدد هذا المبلغ؟ دابا كريمين بانت ليه 2 مليار ما حددهاش عادي. دابا بانت ليه 2 مليار عيط على التقني اللي داير السويفي اللي داير التتبع للشركه. قال لي غتوقع امانه ما حضرت اتفاقي فيه كريمين مع عز بدراوي مع المدير ديالهم. سولت انا السيد لا داعي لذاك الاسم، قال لي محدده تقريبا في 160 مليون. 160 مليون هي اللي خان. وكيديروا 2 المليار؟ المغاربه 2000 مليون على عينك يا بن عدي. 2 ديال المليار وبوجههم احمر كيمشيو عند القابض والقابض ما غاش يعطيهم. والخطوره عطاه ورقه وغيمشي للمحكمه. شوف على الفساد في البلاد وغيمشي للقضاء وباسم جلاله مكتب القانون. وشوف هذا الفساد كيفاش ناويين ويعطيهم حكم قضائي ويمشي عند القابض صح يرحل 2 المليار. والقابض قال لهم لا وعاد ربي شوف كيفاش. و2000 مليون هذه على اللي بانت. انا جاي لكم يا حزب الاستقلال، انا جاي لكم. هذا راه استقلالي سي كريمين سنوات. علاش انا كنذكركم؟ شوفوا واحد بيدين صوروا هذا. شوفوا المغاربه شوفوا السيمه في البلاد. كيشد المستشارين وداهم لمراكش في واحد لوطي وهز ريجستر تصحيح الافضاءات ديال الجامعه. ما خصوش يخرج من الجامعه، خرجوا وداه المدينه الحمراء لمراكش 200 كيلومتر. وفي لوطيل كول وشرب وتفطح اللي بغيتي في لوطيل و5 اطوار وكاملين واحد 20 ولا 30 وكلكم تعالوا. واش كيدير لهم؟ تيقولوا سني ليا واعد بالدين انني انا الرئيس كنسارك واعد بالدين وكيعطيه واحد البركه تحت الدف. هاك وكيبقى شادو بديك واعد بالدين. نهار ما يصوتش عليه رئيس او نهار يعارضوا او نهار يبغيو يفضحوا ديك الواعد بالدين كيطحنوا. كيبقى الولايه كلها شادو. كتقولوا نتوما المغاربه ما المجالس ما خداماش. شوفوا الناس كيفاش كتخدم. سمعوها يلا سمعوا تقولوا عاوتاني غير كنكذب حيت اللي فاتوا الحلقه. سمعوا الوعد بالدين. شوفوا الناس كيفاش كتخدم في هذه البلاد. سمعوا غتكتب لي وعد بالدين وانا غنعطيك واحد 30 مليون ولا 40 مليون وغتصوت عليا الرئاسه. كيبقى هو شادك بداك الدين صافي.
بديك الوثيقه ديال كتصوت عليه. الغريب في الامر هذا دابا داهم لمراكش كريمين ياك، والروجيستر ديال بوزنيعه تهز من بوزنيعه ومشات لمراكش. ويلي يلا زيد المغاربه تزيدوا وسمعوا هذه اللي ما سمعهاش نعاودها له لخطوره. هذا تشدوا راسكم. كاينه لائحه، كتعرفوا ديك اللائحه ديال الانتخابات، جابها انتخابات، شكون اللي محطوط هنا؟ الوكيل اللائحه هو كريمين، ها الرئيس. سمعوا المغاربه من 1993 هو رئيس 30 عام، هو رئيس جماعه 30 عام. سمعوا ها هو وجوهنا. شكون اللي كاين هنايا في اللائحه لتحت مرشح معاه في حزب الاستقلال، حزب الميزان، حزب علال الفاسي؟ واحد الطبيب. شكون هو الطبيب؟ الطبيب ديال واحد المستوصف. شتي هاد كريمين، هاد الجماعه كتعطي 120 مليون لهذا الطبيب هذا اللي معاه، 120 مليون كتعطى دواء باش تعطى الناس. شكون هو اللي كيليفري الدواء لهذا الطبيب؟ هو مدير الحمله ديال كريمين، صيدلاني. شكون اللي كيحدد الثمن ديال الصفقه؟ مرت مدير الحمله في الجماعه حتى هي مسؤوله على الصفقات. تقول المهداوي عا كنعاودكم هادشي اللي ما شافوش. يلاه سمعوا، يلا اسمع. كانتش الطبيبه، كان رئيس المستوصف هو هاد الطبيب، هو الطبيب هذا اللي كيتسلم الدواء، هذا كيتسلم. والصيدلاني هو المدير الحمله بلاتي. ومرشح مع كريمين. دابا الصيدلاني اللي كيليفري الدواء هو مدير الحمله كريمين. مزيان. وهاد الطبيب اللي كيتسلم الدواء هو مرشح مع كريمين. وشكون اللي تيحدد الثمن؟ واللي كيدير واللي رئيس قسم الصفقات الزوجه ديال الصيدلاني. واش بان لك السي نزار بركه؟ انا سمعت انت اللي غتكون رئيس حكومه في حكومه الألمانية. ديما هاد كريمين حزب الاستقلال من 1993 هو رئيس. دابا نسولكم اسئله خطيره في هذه الحلقه في هذه المقاطع. واحد، هاد حزب الاستقلال ما عندكش لجنه الاخلاقيات؟ ما عندك لجنه التتبع؟ ما عندك مدينه؟ ما عندكش مفتش اقليمي؟ ما كتثقش اخبار؟ من 1993 وهذا رئيس، هو مشدود دابا في عكاشه. دابا ماشي قضيه مشدود. السؤال، نتوما كحزب سياسي وطني علال الفاسي ما سقتولوش كل عام كتزكيوه. سؤال، ما سقتولوش اخبار؟ دابا نتوما كاستقلال نزار بركه زكيتيه. والسؤال الاخر، دابا العمال ديال الداخليه، شحال من عامل داز معاه؟ دابا 30 عام ورئيس جماعه. هذيك 30 عام بوزنيقه شحال عرفت من عامل؟ عرفتي هذا لا فتحتوا له هاد كريمين راه باقا ما فتحوش جمعيه اللحوم الحمراء. شفتوا المغاربه لما نتابع جمعيه اللحوم الحمراء اش من قطاع؟ قطاع العدل لا، قطاع التعليم، قطاع التعليم العالي لا، وقيله تابع لوزاره السياحه. دابا من تسمعوا اللحوم الحمراء اش من قطاع؟ واخا شكون اللي مشرف على هذا القطاع لسنوات؟ واخا شحال ديال الفلوس كانت كتمشي للجمعيه اللي هو كيرأسها كريمين؟ السؤال الاخر، هاد كريمين اللي لقيناه مساهم في التزوير في التصميم مزور، وهاد كريمين اللي لقيناه غياخذ 2 المليار هو البدراوي، وهاد كريمين اللي لقيناه كيدير ريجستر، وهاد كريمين هو رئيس جمعيه اللحوم. وهاد اللحوم الا البقره لا ولات شي عجل كندعمك ب 4000 درهم باش نخصبوا العجل وكذا. هاد الفلوس اللي كانت كتهبط بالخناشي بالتبن. انا بغيت ذاك الملف ديال جمعيه اللحوم الحمراء ونعرف شكون الوزاره وشكون اللي عرفتي. لا تفتح ذاك الملف مع كريمين الجوع. انا غير شنو سمعت راه كاينه. واحد السؤال اخر، هذا الملف ديال اللحوم واخا مع سمعوا هذا السي هشام البلاوي المحترم، انا غنقول لك السي هشام البلاوي المحترم وانا عارف يوصلوا لك هادشي اللي غنقول. هذا الملف ديال جمعيه اللحوم الحمراء فوقاش فاتحه فيه النيابه العامه البحث سنوات. ما هو مصير هذا البحث؟ انا كنلتمس منك السي بلاوي، شو علاش هذا البحث تعطل؟ باينه البحر هكذا نقدرناش نصاوبوا ولا على سيمانه. ولكن شكون اللي انا ما نقولش شكون اللي معرقل ولا شكون اللي معطل، لا ما عنديش معطي. علاش مأخر؟ عرفتي البقره كتاخذ فيها الدعم 4000 درهم. عرفتي ملي غتقلبوا داك الشيء اللي كيدير باش البقره تولد وباش بيدي وغتعرفوا علاش البقر ما بقاش في المغرب وعلاش القاطيع وعلاش بزاف. وانت كتطلع عند القاضي وشكايه هنا وشكايه في معجله واللجنه المؤقته وان مجاهد المحكمه الاداريه وهبي كاع انت داير لك كيسحب لك انت هو مول اللجنه الحمراء، انت هو مول 2 مليار بدراوي، وعرفتي والمجتمع غادي معاك وملي البلاد دايره بحال هكا لماذا تحاربون الصحافه؟ انتم محتاجين لها. هذا هو الخطير. علاش كيحاربوا؟ حيت كاين شي جهه في البلاد عندها مشكل ملي انت كتبين هذا الشيء كيفاش حنا ما خدامينش ولا
دابا الا جيتي انت وقلتي واحد الوزير جبتي فساد على وزير، ها الخطوره. ايوا داك الوزير راه درنا عليه بحث اجتماعي، دخلنا للديوان. ايوا انت غتوري حنا دابا كيفاش ما يمكنش تولي انت اللي غلط، هذا هو الهدف صافي. ما يمكنش كيفاش حنا غلطنا. انت واحد اللحظه كتجبد على وزير شي حاجه خطا، راه غيوليو مشكل امام المؤسسه الملكيه. اذا باش ينقضوا ما وجههم غيضحيو بالصحفي. لا ما يمكنش. حنا كيفاش دازت علينا هذه، كيفاش حنا ما سمعناش هذا التسجيل الصوتي هذا اش كيقول اولا. لا التسجيل الصوتي ماشي هذا هو المقصود منه. هذا الورق لا، هذا الورق بصحه وهو الاجراءات باينه البحث. سير على الضريبه، سير على الاداره، سير هكاك، ها الوصل، ها الضريبه. لا ما كاينش كاع داك الشيء، كيبقى عليك شي وجهه اداريه مشي عند القاضي. انا ملي كنتفكر ذاك المحكمه الاداريه والله ما نكذب عليكم بمنتهى الاحترام باغي نمشي وغنديرها، غنمشي لديك المحكمه الاداريه غندخل هاد القضاه اللي حكموا عليا والله ما عندنا نبقى نطل فيهم. والله ما نقول شي كلمه وباحترامي بغيت نشوفهم نقول لهم زعما اش درنا لكم، نبقى نطل فيهم بحال هكا. الشركه ما كديرش صح. اعطيني سميتو الاجر الرئيسي. كيفاش ماشي الاجر الرئيسي؟ ها الورق. تعال وصلنا لمستوى زعما. سؤال اخر، هذاك القاضي بينك وبينه ما عندك ما ومالو علاش ظلمك؟ علاش ظلمك؟ سؤال ما عندك ومالو ما كيفهمش في القانون، كيفهم احسن منك. لا دابا انت المهدي عشان في القانون اكثر من السعداوي ولا اكثر من داك عادل السعقه، راه يفهموا اكثر. كاين السؤال علاش كيظلموك واخا هما فاهمين القانون اكثر منك؟ علاش لماذا واحد يظلمك عقا، يظلمك السعداوي، يظلم المحكمه الاداريه كلهم ها واحد العام عدى الظلم. وشحال هذيك ما كنتي كتظلم عزيز، ها واحد الله على انه موسم الظلم فيما مشيتي. الظلم ما الظلم عاد انتعاش في 2025 24 كتنصر 23 منصور 22 ديما انت سميتك بديل ميديا وعندك دبلوم الصحافه، جايب دبلوم من المعهد العالي، ماشي طحتي على دبلوم، ها هو المعهد العالي للصحافه، وجايب اول نقطه المعهد العالي. ماشي انا واللواله، حنا اللواله، انا واحد من اللواله عندي يعني المعهد العالي للصحافه، ها هو الدبلوم ماشي طحت عليه. وعندي الممارسه، انا من 2000 وحياتي كلها وانا خدمت مع المؤسسات العلويه هذا. وعندي فداك عندك كل شيء. واحد اللحظه الدوله المغربيه قدام عينها هكا وتخرج هذه القرارات وهذا النوع من التوجهات وصحه، وما كاين لا غير على مؤسسات الناس في هذه البلاد اللي كيحكموها. وصلنا لهذا المستوى، ديروا هذه الطرق، نوصلوا نوليو ندبروا الصوره هكا وصحه ونخشيو القضاء ونسيئوا سمعه القضاء وسمعه المؤسسات صحه. علاش؟ ياه كيفاش وصلنا لهذا المستوى؟ انا عندي بديل ميديا، شركه سميتها ميديا، عاشوا بعد سميتها بديل ميديا وتقول انت ما كدير الصحافه هكا قباش القاضي هكاك وصافي. عطيني السند كالقاضي والو. شنو هذا الشيء؟ شنو ونوصلوا لهذا المستوى؟ شوفوا نزار هذا حزب الاستقلال اللي عاودت دابا هاد الكريمين. دابا انتم حزب الاستقلال، هذا السيد من 1923 وسطكم وسامر نزار دابا كيتسنى ينقض على بلاصه يعوض زعما اخنوش سامر. شوفوا دابا، شوفوا هذا نزار بركه اللي باغي يولي يعادي الصحافه. اش قلت لكم دابا مرشح. شوف هذا مراد زيبوح ديالهم جناب عليا محامي من خيره المحامين ديال في البلاد من بيني. شوفوا شنو قال له ابي العام ديال حزب الاستقلال نزار بركه. بغاني نبقى في الحبس. سمعوا منين خرجت الامين العام في ديك الساعه عيط لي قال لي اجي، قلت له نعم. وفي اللقاء اللي كيتسناو الجمهور باش يخرج يخطب عليهم قال لي والاخوان ديال اللجنه التنفيذيه واللجنه المركزيه ديال الحزب كان عندنا اجتماع ديال اللجنه المركزيه ديال الحزب. منين اجتمعنا في اللجنه المركزيه عيط لي قال لي سي زيبوح بغيت نسولك. قلت له نعم. قال لي اش علاقتك بالملف ديال المهدوي؟ قريت شويه، عطيني شويه المعطيات. عطيت له المعطيات ديال الملف، عطيت له الدبابه، عطيت له هذا الشيء انك مظلوم، انك مقهور، وانه خص حزب الاستقلال يكون عنده موقف متقدم من هذا الملف هذا كذا كذا. قال لي سي زيبوح دافعت عليه كمحامي، ياك غير كمحامي. قلت له ودي ماشي غير كمحامي، انا راني محامي ولكن الكاسكيت ديالي معروف بان حزب الاستقلال زعما كاع الا بغيت تبرأ مني دير لي هذيك الضربه ديال واحد النكته ديال شي واحد هز ولدو قال له ولد من هذا. دابا هذا نزار بركه وزير كيبان شو المغاربه داك السكوتي لا دوز كيقول لك دوز على الواد السكوتي ولا هذوك القتاله تيكون بحال كسان وانه شوف يعادي الصحافه. عيط له قال له زعما كمحامي ما ندخلش فيك. حزب الاستقلال لا ما تنوبش يعني حزب الاستقلال مع اعتقال المهداوي. واحد السيد عيطنا له في العصبه يجي يدير معنا حوار. المهم مسكين ماشي هو والعصبه دارت لي واحد النهار استضفتني العصبه مشيت وحيحوا على العصبه على نزار وممنوع دابا العصبه كيما الاتحاد الاشتراكي ممنوع الدرع ديال الحقوق يجي لنا
عدالة تلقوا الله سراحهم دابا ما عرف من بعد هذا الفيديو، والله العظيم تعليمات. شوف على بلاد كيفاش تحارب الفساد، كيفاش تبني، بقى عندك عقليه ديال المسؤول الحزبي كيحرض على الصحافه تمشي للحبس ولا ما تقاطعها ولا، وراه هذا هو سبب التخلف. واخا تعيا عقليه. شوف دابا قال له واش مشيتي تنوب على المهداوي كمحامي ولا كحبس؟ تحبس استقلال الله يخليك، حنا معاه في الحبس. هذا نزار بار، هذا غيكون رئيس الحكومه في 2026. عنده كريمين من 1993 مسقتي له الخبار وعطيتيه التزكيه. بلاد خربوها تخريبا. خوتي المغاربه، هذاك الفقيه ادريس اللي شفتوه غيكون معنا ضيف في هذه السيمانه، لانه عنده حوايج تقشعر لها الابدان. اتمنى، راه اتفق معايا غيجي، وراه قلت له غنقولها، قال لي قولها. كنتمنى ما يعرقلولوش المجي عندنا، لان الرجل عنده ملفات خطيره جدا. كنشكركم خوتي المغاربه، والى اللقاء.